فالحياه مش كده. هل ربنا يساوي بينك وبين واحد كان قافل على نفسه ومخلص ده الموضوع ده بيتعرض قدامه وهو بيكتب نفسه؟ انتوا فاكرين دي يعني حاجه؟ العيال اللي بتيجي تقول لك في لجنه لو سمحت يا جماعه ما حدش يغش، انتوا فاكرين العيال دي معاقه ذهنيا ولا العيال دي معقده؟ العيال دي مش معقده، العيال دي اسوياء، اسوياء جدا على فكره. بس احنا للاسف احيانا لما بينتشر الباطل الموضوع بيحصل فيه خلط او لغط. اللي هي ايه بقى؟ عارف انت اللي هي ايه؟ ما بتعرفش تفرق بين هو انت اللي صح ولا ده اللي صح، فتلاقي الناس بتنتقد الشخص ده عشان واحد قاعد مصدع لجنه فيها دوشه. يا جدعان انا عايز احل، مش عايزك تقول لي معلومه يا عم، مش عايزك تقول لي معلومه. فده هيعيشك اصلا بالاطمئنان في ايه؟ ان في النهايه انا بعمل اللي مطلوب مني، ثم في النهايه انت بتوفق على ده. انت بتوفق على فكره. ما هو في نقطه بس مهم جدا تبقى ادركتها، او مش عارف انت هتدركها مش هتدركها دلوقتي، بس مهم جدا تحاول تسمعها عشان هتدركها بعدين وهتفهم ده بعدين. والله يا صديقي احنا مش بنكافئ على مدى انتاجيتنا، احنا بنكافئ على مدى بذلنا ومدى عطائنا. يعني النهارده مين الاحسن؟ اللي انت تطلع. هديك مثال بسيط، هديك مثال بسيط. هو انا النهارده لما اطلع صدقه 1000 جنيه ولا لما اطلع صدقه 100 جنيه انهي الاحسن؟ اجابتك غلط ايا كان انت جاوبت ايه، لو جاوبت برقم او لو قلت ده ولا ده. الفكره مش في الرقم اللي انت مخرجه، خرجت كام، الفكره مين اللي مخرج. مين اللي مخرج؟ لو واحد مخرج معاه مليون جنيه طلع 1000 جنيه، حلو جميل ربنا يبارك لك. طب لو اصلا واحد هو كل امكانياته 5000 جنيه طلع منهم 100 جنيه، اللي طلع 100 جنيه احسن. ليه؟ لان ال 100 جنيه عنده رقم، فده جهد بالنسبه له طلعه، نفسه فضلت تزاوله. فانت بتكافئ على مقدار التعب اللي انت بتتعبه على امكانياتك اللي ربنا خلقك بيها. يعني في نقطه برضو من الذكاء اللي بيحصل، يجي يقول لك اصل انا كنت بذاكر 7 ساعات، ويجي يقول لك اصل انا بذاكر ده انا بذاكر 4 ساعات. يعني تلاقي ناس وهي بتتكلم تقول لك يا عم ده انا في ثانويه عامه وتلاقي ربنا كرمه جدا وجايب مجموع رهيب. انا كنت بذاكر 4 ساعات. يا ابني ما تقيس عليه السبب، هو ذاكر 4 ساعات، ممكن الاربع ساعات اللي هو بيذاكرهم هم دول طاقته، فده اقصى حاجه هو بيقدمها. فربنا هو اللي خلقه بالامكانيات دي، فربنا بيكافئه بناء على انت ماليش دعوه انت ذاكرت كام ساعه، انت بذلت كام في الميه من طاقتك، اللي هي ال 100%، اللي هي ال 90، اللي هي ال 80، اللي هي اعلى ليفل انت ممكن تبذله. امكانياتك كده يا ابني، فالمكافاه تبقى بناء على السعي والامكانيات اللي انت عملتها بناء على مجهودك. عشان كده الايه بتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعشان كده في ايه الانفاق حتى تنفق